السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. النهاردة هتكلم على ايفا اللي هو بادي سبلاش اللي هو الجديد. قبل ما اتكلم عنه، اللي لسه مشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكوا على طول. اول حاجة حابة اتكلم عنها، هو حوالي 5 أو 6، يعني متهيألي في واحد ناقص، يا اما هما دول، انا مش متأكدة بالظبط. بس انا جبت دول الصراحة. عايزة اقول لكم ريحتهم غير اللي هو القديم خالص. يعني القديم حاجة والجديد حاجة تاني خالص. ازاي؟ اول حاجة القديم ممكن ريحته تقعد معاكي يوم، يوم ونص، يومين، نقول يومين بالكتير على جسمك او هدومك. ده كمان ده ثباته اكتر، ريحته اقوى. ريحتهم تحفة عن القدام، يعني ريحتهم حلوة قوي 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 فعلا يا جماعة. كل ريحة وليها روايحها المختلفة، يعني كل ريحة وليها حاجة تاني. فعايزة اقول لكم تحفة تحفة تحفة. انا مش هقدر اقول لكم جربوه لان هو سعره زاد. انا جبته لما كان سعره كان قليل، دلوقتي معرفش بقى بكام. انا جايباهم ليا فترة كبيرة، ما مش فاكرة كنت جايباهم بكام بالظبط، بس ما كانش سعره عدى 200. يعني اللي انا فاكراه ان هو سعره ما كانش معدي 200، كان اقل من 200. بس كام بالظبط لا مش فاكره. بس انا هسيب لكم لينك الجروب اللي انا جبت منه بنوته زي السكر. هي بتعمل ان انتي لو انتي مش محتاجه ال5 دول كاملين، بتعمل زي اللي هو البرفانات اللي هي الطويله دي، اللي هي التستر. بتاخد من كل حاجه 10 ملي في التستر ده، وبتديهم لك في كيسه. يعني مع بعض ال5 تسترات كده، كأنك انتي اشتريتي ال5، بس هو عبارة عن تسترات. فعايزة اقول لكم ريحتهم تحفة تحفة تحفة. هتقولوا لي انهي ريحة احلى من التانية؟ هقول لكم كل الروايح تحفة. انا مش هقدر اقول لكم انهي الريحة الحلوة وانهي الريحة الوحشة، لان انا بجد بجد انا منبهرة. ف مش عارفة انا اقول لكم ايه، يعني غير ان هو ريحتهم تحفة قوي. واحد كده عمال يرش كده، يا لهوي ريحتهم تجنن، ريحتهم تجنن بجد. لا لازم تجربوهم، ما ينفعش ما تجربوهمش، لازم. البتاعة دي عجباني قوي. انا بحب اي حاجة فيها اسود في ذهبي ونايت اوت يعني. مش عارفة ارش على اللي انا رشيته، مش هيبين انا ولا ايه، مش عارفة. بس عايزة اقول لكم ان هو لا تحفة 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 تحفة. ريحتهم أقوية عن القدام، ملهمش خالص علاقة بالقديم. يعني لو انت حابة تشتري، لو انت ما جبتيش ايفا بادي ميست لغاية دلوقتي وعايزة تشتري ايه، هاتي الشكل الجديد او هاتي المجموعة الجديدة، ما تجيبيش المجموعة القديمة، ملهاش اي 60,000 لازمة، كأنك رميتي فلوسك في على الارض. خدي مني نصيحة، القديم غير الجديد. القديم مش حلو زي الجديد، هو حلو لكن كثبات كريحة ك... كريحة اقوى، لا خليكي في الجديد. القديم ريحته كويسة بس مش ثابتة، ريحته حلوة بس مش قوية، ثباته كويس بس مش قوي. لكن اللي هم دول ريحتهم حلوة وقوية، ثباتهم قوي، ريحتهم تقيلة وثابتة قوي قوي قوي. يعني كمان ينفعوا في الشتاء وينفعوا في الصيف، هتثبت فعلا على هدومك. بس انا حاساهم ان هم تقال قوي، ريحتهم فعلا 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 مركزة، بحسها ان هي مركزة. فمش عارفة، يعني حاسة ان انا الشتاء هيكون احسن منها من الصيف، لان هي بجد بجد تستاهل ان الواحد يجربه. بجد مجموعة هايلة، مجموعة كلها هايلة هايلة هايلة. دي ريد جلامور، دي بالايه، استنى هرش لكم لان انا مش فاكرة الروايح. بس انا عايزة اقول لكم يا نهاري، لا روايحهم ايه ده، الجمال ده. المكتب كله اتملى روايح، المكتب كله اتملى روايح. الله. عايزه اقول لكم لازم تجربوهم.
ريحتهم تحفه يا جماعه. انا مش بعمل ريفيو لحاجه، يعني مش بعمل ان هم عشان خاطر جابولي، لا انا الحاجات دي مشتريها بالفلوسي عشان خاطر محدش يقولي انت بتعملي اعلانات لحاجه وكذا وكذا. لا انا لغايه دلوقتي محدش لا جاب لي حاجه ولا حد من الصفحات او من البيج اللي على الفيسبوك اداني حاجه ان انا اعمل عليها ريفيو ليهم. فمحدش خالص بيتعامل معايا بالاسلوب ده. انا بجيب الحاجه انا بنفسي باسلوبي وبعمل عليها ريفيو حلو زي يعني اي حاجه حلوه بعمل عليها ريفيو تعجبني عملتها. بنوته دي بتعمل اي حاجه غاليه انت معكيش تمنها، بتعملها لك، بتقسمها لك لاجزاء، سواء 10 مللي سواء 20 مللي سواء 15 على حسب ما انت عايزه الجزء بتاعك، يعني زي ما انت عايزه. حتى البادي سبلاش بتعمله، حتى البرفيومز العاديه بتعملها، حتى الكريمات اللي هو كلينيك برضو بتعمله. بتعمل كل حاجه، يعني كل حاجه. يعني الحمد لله هي مش قايله لحد لا يعني ما بتجرحش حد وتقوله يعني لا لازم تاخد البتاع كامل، يعني لا، ما عندهاش الكلام ده. اي حاجه بتعملها تقسيم، الله يبارك لها، لان هي فعلا بتخلي الناس تفرح معاها، وكمان كفايه فرحه الناس. فده كان فيديو النهارده، طولت عليكم جدا. هتقولوا لي قبل ما اختم هتقولوا لي انهي احلى ريحه، اقول لكم انا مش عارفه، لان هم كلهم احلى من بعض. انا مش عارفه الصراحه انهي احلى ريحه. ده كان فيديو النهارده، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.